الدوريات الخارجية تعاون مع إدارة السير على تكافل الجهود من أجل الحد من ظاهرة الحوادث في المملكة. وتحتل الأردن المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الحوادث السير، على الرغم من الإعدادات التكنولوجية المتطورة التي تحد من حوادث السير من الرادارات وأجهزة مراقبة السرعة، بالإضافة إلى الكاميرات الموجودة عند الإشارات الضوئية. الدوريات الخارجية لها 3 واجبات أساسية، اللي هي الواجب المروري والواجب الإنساني والواجب الأمني. الواجب المروري اللي هي تنفيذ قانون السير على الطرق الخارجية ومخالفة كل من هو مخالف لقانون السير، والواجب الإنساني اللي هو تقديم الخدمات لمستخدمي الطريق من إسعاف، من خدمات إنسانية، من سيارة متعطلة، يعني هذا الواجب الإنساني. وعندنا الواجب الأخير اللي هو الواجب الأمني، المحافظة على أمن الوطن والمواطن والقبض على المطلوبين والمركبات المطلوبة والمسروقة. الدوريات الخارجية بطبيعة عملها موجودة على الطرق الخارجية، يعني كالطرق النائية. أنا الآن في قسم جرش، الحمد لله يعني طرقنا هايوي وطريق يعني متصل مع المحافظات كونه قريب، ولكن بعض الأقسام الموجودة في إدارة الدوريات الخارجية طبيعة عملها يعني إنها مناطق منعزلة بتقدم خدمات للمواطنين، اللي هي مساعدة المواطن إن طلب في الحوادث، في عطل المركبات، في نحتاج أي مواطن، في مرات مواطن بيحتاج يعني بلاقيش تلفون يحكي إلا يجي على الدوريات الخارجية لحاجة ملزمة إله. يعني إحنا واجبنا الخدمات اللي هو الواجب الإنساني على الطرق الخارجية واجب مهم جدا، كون المناطق اللي بيسلكها المواطنين اللي هي مناطق نائية. الدوريات الخارجية الآن يعني واجبها الواجب المروري اللي هو الواجب الأهم، اللي هي مراقبة قانون السير وتنفيذ قانون السير على المخالفين، تقديم التوعية المرورية عن طريق المحاضرات والبروشورات اللي بنقدمها الشهرية والسنوية، وأيضا تأمين الطرق مع التنسيق مع البلديات والوزارات، ووزارة الأشغال ومكاتب الأشغال ضمن اختصاصنا من أجل السلامة المرورية، من إشارات ضوئية، من إشارات عاكسة على الطريق، من خطوط، تقليم الأشجار، يعني هاي الواجبات، واجبات المروري مراقبة المخالفات، واللي هو التنسيقي اللي هي التوعية المرورية والسلامة المرورية اللي بنقوم فيها مع الوزارات والدوائر الحكومية ضمن اختصاصنا. تقوم إدارة الدوريات الخارجية بواجباتها الأمنية والمرورية والإنسانية على كافة الطرق الخارجية الحيوية في جميع مناطق المملكة، وتعتبر الرقابة المرورية والأمنية هي المحور الأساس في عمل إدارة الدوريات الخارجية، حيث ساهمت الإدارة خلال هذا العام في التخفيف من الحوادث المرورية نتيجة لحرص الإدارة على تطوير آلياتها ومعداتها وأجهزتها التقنية. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت خلفت صح؟ خلفت أي نعم. شو السبب؟ السبب أول شيء والله ما كنت منتبه لقديش تحديد السرعة، وبعدين كان الشارع يعني فاضي وموري. ما رأيك بدوريات خارجية؟ كيف كان المعاملة معهم؟ والله الدوريات الخارجية يعني واجبهم هذا، وأنا بأيد إنه تكون الدوريات الخارجية على الطريق الصحراوي تحد من السرعة ومن الحوادث. دورهم إنساني طبعا. أكيد طبعا. يعني هم بيحافظوا على أرواح المواطنين. تحب تضيف أي شيء؟ أكيد لا شكرا. أشكر جهودهم. أخ إبراهيم، دورك كرجل أمن في إدارة دوريات خارجية، من خلال عملك الميداني هل شاهدتم أي حوادث أو حصلت أي حوادث اليوم؟ الحقيقة أستاذ سيف، يعني في هذا اليوم كان في حادث واحد اللي هو قرب مثلث كفر خل، إلا أنه الحادث يعني يخلو من الإصابات إلا إصابة خفيفة، وتم التعامل مع الحادث وكل أمور تمام. كم عدد السيارات التي استوقفتموها اليوم؟ السيارات اللي تم إيقافها المخالف لهذا اليوم حوالي 55 مركبة، لأنه تم مخالفة حوالي 40 مركبة، كونه باقي المركبات عندها حالات إنسانية وتم التهاون في مخالفتها. حصل هناك مخالفات، ما هي أعلى السرعات التي تم تسجيلها لهذا اليوم؟ أعلى سرعة تم تسجيلها لهذا اليوم مخالفة رادار من 90 إلى 143، وهي مخالفة فئة أولى، تم إجراء اللازم.
وفي النهاية هذه رسالة مديرية الأمن العام، أن الهدف ليس المخالفة، بل أن الهدف هو التوعية والتحذير من السرعات العالية والحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير عامل الأمن والأمان في كل مكان، ونشر التوعية المرورية على الطرق الخارجية والداخلية. أخي المواطن، حياتك تهمنا.